ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ عبد الرحمن سليمان اسيستنت. النهارده فيديو رد على حد كده معين، او يعني حدات كتير قوي، لان في ناس كتير قوي سالتني السؤال ده مع انه هو سؤال غلط، فاهمني؟ بس تعال نقوله. بقول لك يا عبد الرحمن، وانا اعرف منين ان انا شغال صح؟ بص يا كبير، انت لو سالتني السؤال ده يا انت غبي، تمام، وانا مفيش حد بيتفرج عليا غبي الصراحه، خلاص، يا انت يعني مقلق، ما عندكش ثقه في نفسك. فطالما انا قلت مفيش حد غبي بيتفرج عليا، يبقى كده انت ايه التاني. انا اقصد ايه؟ ان كلكم ايه، ما علينا. دلوقتي هي بديهية، هو ماشي ازاي؟ بتحل، فاهم المنهج خلاص. مش فاهم بتحل، فاهم هو انت اصلا محتاج ايه؟ محتاج من ثانوية عامة تخش تحل الامتحان يعني. فبتحل، بعرف احل. بتفهم، بفهم خلاص يعني. فاهمني ليه؟ طب ليه افهم يا عبد الرحمن؟ ما انا بعرف افرض انا بعرف احل، بس لما انت تفهم ليه؟ لان انت ممكن يجيلك في الامتحان سؤال صعب قوي، فلازم تبقى فاهم عشان تعرف تحله، فاهمني؟ بس فاللي هو ايه، لازم تفهم عشان اي نوع سؤال يجي في الوجود تعرف تحله. بس فلازم تفهم وتعرف تحل، بتفهم وبتعرف تحل خلاص. طب حد بقى يجي بقى يطلع لي كده لا يا عبد الرحمن انت هبل، وبتقول علينا احنا اللي هبل. لا ده انت اللي هبل بقى يا عبد الرحمن. هقول لك يا عم اعديها لك، مع انك بتشتمني بس اعديها. ده انا اقصد يعني، ما انا لما باجي احل بيبقى مثلا ايه، هما 30 سؤال، انا بعرف احل 10 بس. انا كده ماشي صح ولا لا؟ يا اسطى هو في ايه يا اسطى؟ او يعني هو بقى يبقى انت مش سؤالك بقى انا ماشي صح ولا لا، انت كده سؤالك هو انا طبيعي ولا لا؟ بص يا اسطى، مفيش حاجه اسمها طبيعي ومش طبيعي، لان احنا بقى ايه، يعني ايه الستاندرد بتاع، يعني ايه المقياس اللي هنقيس عليه؟ مش فاهم انا. ما هو كلنا نفسنا نوصل لايه، نفس الحاجه، اللي هو البيرفكت. في حد بيرفكت بقى؟ ما فيش حد بيرفكت. ما ايه المقياس؟ مش فاهم. انت يا عم واحد دلوقتي السؤال الواجب مثلا 30 سؤال، واحد حل 15، واحد حل 5، واحد حل 10، واحد حل 25. التلاتة هيعملوا ايه؟ هيروحوا يشوفوا اللي هما ما عرفوش يحلوه، يشوفوا هيحلوه ازاي بس، فاهمني؟ فالسؤال بتاع يعني ايه، كسريعا يعني، السؤال بتاع ايه يا عبد الرحمن؟ اعرف منين ان انا ماشي صح؟ انت عايز إيه من ثانويه عامه دي؟ تفهم وتعرف تحل. طيب انا مش عارف احل، طيب خلاص، حاول ان انت تعرف تحل. طب ازاي يا عبد الرحمن؟ يعني مليون الف طريقه بقى، يعني على حسب الماده، على حسب شخصيتك، على حسب نظام المدرس. ما انت شغل دماغك بقى، واحنا هبل ولا ايه؟ زي بس انا الواجب دوت مش عارف احله، طب خلاص عملت فيديو ازاي تحل الواجب، روح اتفرج عليه مثلا. ابحث كده على النت كده عن طرق، لو انت خلاص فقدت الامل يعني جربت كل الطرق بدماغك ومش عارف، خلاص خش مثلا شوف فيديو اللي انا بقول لك ازاي تحل الواجب. المهم ايه، طول ما انت ماشي في طريق ازاي احل وازاي افهم، انت كده خلاص ماشي صح في ثانويه عامه، فاهمني؟ ما تقعدش بقى تشكك نفسك، طب انا ماشي صح؟ طالما ماشيه خلاص. حتى البروجرامرز وكده ليهم مثل بيقول لك ايه، طالما الكود شغال ما تلعبش فيه، لان دايما هتلاقي الكود دوت ممكن عشان تبرمج حاجه واحده ممكن تكتب يجي مليون الف طريقه، فاهمني؟ يعني طالما شغال خلاص سيبه. طالما انت شغال في سكه ان انت تعرف تحل وتفهم، خلاص انت كده ماشي صح، فاهمني يا كبير؟ ما تقعدش بقى تعقد نفسك وبتاع. واحد دلوقتي ايه، بيحل تمام وبيقف مع حاجات وبيشوفها وخلاص بيحلها، وبيشوف الحصص بيفهمها خلاص كده ماشي صح. واحد تاني بيعاني، طيب كمل في المعاناة عادي، ده مش معناه ان انت ماشي غلط، ده معناه ان انت ايه، محتاج تبذل مجهود. بس سهلة وبسيطة، فاهمني؟ عادي. يعني انت ممكن تكون بتبذل مجهود في العربي جبار، واحد تاني يكون ايه يا عم الايزي يا عزيزي، فاهم؟ العربي ده عادي، فاهم؟ يعني انا مثلا كنت بتفرج على رضا الفاروق ده ممكن اموت، واصحابي مثلا رضا الفاروق ده بالنسبه لهم عادي بيقعدوا يتفرجوا ايه ده، بتصدم يعني. ما بصدقش ان في حد يقدر يتفرج على يقعد يتفرج على رضا فاروق. هو اسطوره يعني، انا بتفرج على الادب بتمتع جدا بصراحه، لكن ما علينا، ما دخلش في تفاصيل، بس يعني انا بالنسبه لي مثلا انا اقعد اتفرج على رضا فاروق 6 ساعات ما اقدرش، لكن اتفرج على احمد سمير 6 ساعات ماشي، فاهمني؟ كل واحد بقى ايه ليه ما بيتعب فيها، ما مش بيتعب فيها، كل واحد بشخصيته يعني. بس فده كان رد يا رجاله على أم، اللي هو ايه، هل انا مش صح ولا لا؟ اظن ايه وصلت المعلومه. ما تقعدش ايه تلعب يعني تلعب يعني، ما تخليش حد يلعب في دماغك. ما تقعدش بقى تخش على اليوتيوب تلاقي واحد كده بيقول لك انا هو دخل طب وان هو كان بيذاكر بالطريقه دي، يبقى هي دي الطريقه الصح. ما فيش طريقه تنفع مع كل الناس، وبالعكس طرق الدحيحه اصلا ما تنفعش مع الناس العاديه. قشطه يا استاذي، يلا اشوفك الفيديو الجاي بقى، سلام. اعملوا سبسكرايب ولايك واعملوا شير واعملوا كومنت، وهتلاقوا لينك قناتي الاساسيه تحت في الديسكربشن عشان في ناس كتير سالتني تحت في الوصف يعني. وبرضو لينك جروب الواتساب اللي انا برد على الناس فيه هتلاقيه تحت برضو. بس فاشوفكم الفيديو الجاي يا رجاله، وقولي لي برضو الزاويه دي احسن ولا الزاويه اللي انا كنت ببص فيها من اللي قدام كده. يلا سلام يا رجاله.